دكتور محمد، كما تابعنا في هذه المادة الفيلمية، ربما وأنا أسمع هذه المادة قبل الهواء لم تصلني المعلومة وافية كما سمعتها الآن، وربما أنا أفهم بعض الكلام، لكن هو يتحدث بكلام واضح وصريح في رسالة لنصر الله وقتل وحرق إدلب وحمص وأدلب، قالت أنه لا نبغي غير الدكتور اللي هو بشار الأسد وإلى غير ذلك. تعليقكم على هذه المادة؟ شوف الكلام ده أنا عايز الناس تركز معاه جدا. في رام الله، في رام الله، نعم، في رام الله. الأغنية دي موجهة لاثنين، نعم، لحسن نصر الله إنه يروح يبيد إدلب ومن فيها من أهل السنة، ويا بشار احرق إدلب بالنار. تخيل القضية مش في مطرب حتة بتاع زي ده ولا في الفرح، اللي جايبه جهة بتعد نفسها جهة من جهات المقاومة ومجاهدة. خلي بالك جايبها ليه؟ عشان تقول بكل صراحة ان هي مع ايران وان هي مع حزب الله في ذبح السوريين، في ذبح السوريين، وده في ارض فلسطين، في ارض فلسطين. لا نصر الله وديها ولا تنسى القائد بشار، لا نصر الله وديها لا تنسى القائد بشار، على إدلب هي جايين نحرق الدنيا بالنار، أو على إدلب هي جايين نحرق الدنيا بالنار. حمصوا حال ابو درعا لا تنسى لي دير الزور، حمصوا حال ابو درعا لا تنسى لي دير الزور، قالوا كلمتنا وحده ما بدنا غير الدكتور. دي رسالة مني لجهات معينة، بقول لهم أنا عندي فيديوهات كثيرة جدا للأسف لقيادات في جبهات معينة بتدعي المقاومة وبتضيف نفسها للإسلام والإسلام منها براء، فيها تشيع وفيها مدح للتشيع ومدح لخامنئي ومدح للمعتقد الشيعي على المعتقد السني. أنا بدي رسالة عشان مجموعة الحمقى والمرتزقة الذين يعيشون بين ظهرانين ويدعون الجهاد والكفاح وأنهم المقاومة وأنهم محور مقاومة في المنطقة وما دونهم عملاء، هم العملاء، ولذلك هم الذين بكوا على قاسم سليمان، وهم أول من قدموا التعازي في قاسم سليمان، وهم أول من شهدوا له بالبطولة وبالثأر لأجله، وللأسف الإسلام منهم براء. أنا بعلنها، الإسلام من هؤلاء براء. خلاصة المسألة أنا بقول لهؤلاء: انكشفتم أمام الناس وانكشفت عورتكم وسقطت ورقة التوت التي تغطي سوءتكم. هي دي البطولة اللي بيقولوا عليها؟ هو ده محور المقاومة؟ هي دي المقاومة مع احترامي اللي بيدعوا ان هي جهاد في سبيل الله جل وعلا وان هيحرروا كذا وهيحرروا القدس ويحرروا الارض كذا؟ انا مش عايز اذكر اسم جهة معينة ولا حزب معين ولا اي شيء في فلسطين الحين، ولكن بقول ما زال هناك خسة وخيانة وعمالة في من يرفعون السلاح ويدعون أنهم ضد اليهود. هم واليهود سواء. اللي يتعاطف مع حسن نصر الله، اللي يتعاطف مع بشار، اللي يتعاطف مع النظام الإيراني، اللي يتعاطف مع قاسم سليماني ويقدم فيه تعازي، عميل وخائن وجاسوس ولا صلة له بالدفاع عن مقدسات المسلمين. أيها الإخوة الكرام، يا شعب الجمهورية الإسلامية المسلم المرابط، نقدم التعازي لسماحة القائد السيد علي الخامنئي ولجمهورية إيران الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا باستشهاد القائد القاسم سليماني رحمه الله.
نقف هنا اليوم لنعبر عن مشاعرنا الصادقة تجاه أخ عزيز وشهيد قائد قدم لفلسطين وللمقاومة ما أوصلها إلى ما وصلت إليه من القوة والصمود والعطاء. الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها، وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. وإن المقاومة التي انتصرت في لبنان وانتصرت في غزة سوف تنتصر في معركتها الحاسمة ضد المشروع الصهيوني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يتكلمون عن الجهاد ونريد الجهاد ولا بد من الجهاد ولا تخذل المجاهدين، أي جهاد هذا الذي يتكلمون عنه؟ جهاد يقوده أناس يقولون عن الخميني إنه إمام المسلمين عليه رحمة الله، هؤلاء يجاهد معهم؟ يقول الإمام الخميني عليه رحمة الله يترحمون على الخميني الذي قتل علماء أهل السنة، سباب الصحابة لعانهم، من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحمون عليه، ثم يقول تعالوا جاهدوا تحت راية هؤلاء. ومن حسن الطالع أن نزوركم في الذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الإمام خامنئي عليه رحمة الله، الإمام الخميني عليه رحمة الله. هؤلاء يجب تصحيح عقائدهم. تجاهد مع أقوام يعلنون في بيعتهم أنه الجهاد في سبيل الحزب. أعهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها، والجهاد في سبيلها. هل هذا هو الجهاد في سبيل الله؟ الذين يدعون الجهاد يقولون الجهاد في سبيل الله في البيعة، أما في البيعة نبايع على أن نجاهد في سبيل الحزب، هذا هو الجهاد الذين يدعون إليه. جهاد يدعون إليه أقوام يذهبون إلى قبر الخميني يقدمون الورود له، هل هذا هو الجهاد؟ هل هؤلاء مستعدون للجهاد؟ هل هؤلاء صادقون مع الله تبارك وتعالى في انتمائهم لهذا الدين؟ اوعى يكون حد فيكم مفكر ان اسرائيل وهي داخله غزه تريد ان تقضي على حماس، لا، لابد ان تظل حماس، واسرائيل هي اللي تحافظ على حماس. ممكن يقتلوا ويبددوا الكلام ده، لكن اذا حصل نوع من الصلح المجتمع الاسرائيلي اليهودي هيتفكك، يبقى لازم تفضل حماس موجوده عشان تبقى ذريعه مستمره. كل حاجه يبقى اضرب، ليه؟ عمالين يعملوا صواريخ وعمالين يعملوا قنابل وعمالين يطوروا في الاسلحه ومش عارف ايه، واحنا غلبانين ومساكين وعايزين ندافع عن نفسنا، ويبكوا عند حائط المبكى ويعملوا كل حاجه. اوعى تكون مفكر ان حماس دي هم عايزين يشيلوها من على الارض، الكلام ده لا.